آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوعنا بإذن الله عن ضرورة التقيد بفهم الصحابة رضي الله عنهم للكتاب والسنة بطريقة أخرى مبسطة. يعني نقول لابد أن نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. قبل أن نبدأ بهذا الموضوع، هناك أمور مهمة لا بد من معرفتها حتى نعرف حقيقة هذه المسألة. أولا، لا بد أن نعرف الحال التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة عاشوا في زمن الوحي، بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شاهدوا نزول جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي نازل وهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. هذا له أثر كبير. أيضا شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يطبق الأحكام الشرعية، سواء التي شرعت في القرآن أو في السنة. صلى عليه الصلاة والسلام وهم يرون كيف يصلي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج بالناس وهم يتنقلون معه صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعلق بأمور الحج، ويرونه عليه الصلاة والسلام كيف يفعل. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. هذه الأمور كمثال اختص بها الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم من جميع المسلمين، هذه ميزة. أيضا الصحابة رضي الله عنهم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان الأمر اعتباطي: لماذا أبو بكر في ذلك الزمان، لماذا عمر، لماذا فلان. هذا أمر أراده الله عز وجل، هو الذي اختاره، وهو الذي اختار أن يكون هؤلاء هم صحابة دون غيرهم من سائر الناس. لماذا ما كان أبو لهب صحابي؟ لماذا ما كان أبو جهل صحابي؟ هذا اختيار من الله تبارك وتعالى. ولذلك ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يقولون عن الصحابة: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. يعني هم صحابة يتكلمون عن صحابة منهم. فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها فهما، وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه. هذه العبارات ضرورية جدا أن يفهمها المسلم. هذا الاختيار اصطفاء من الله عز وجل، اختارهم حتى ينقلوا الدين. من نقله إلينا؟ من نقله إلى المسلمين؟ الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من الأمور المهمة أنه لما نتكلم عن فهم الصحابة عدد كبير، أكثر من 100,000 و10,000 صحابي وصحابية، لكن الكلام على أهل العلم منهم. ليس كل الصحابة علماء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع. السامع من؟ الصحابي الذي يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون يحفظ فقط، لكن استخراج العلوم والفقه وطريقة معرفة الأحكام الشرعية قد لا يفقه بعض الصحابة، لكن يحفظ. فإذا المقصود بالكلام عن فهم الصحابة فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، علماء الصحابة الذين عندهم بعض العلماء ب80 صحابي وصحابية، الفقهاء وليس الرواة.
كذلك رواة الحديث الذين سمعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا ما يتجاوزون 1600 رجل وامرأة، المكثرون منهم 6، والباقين منهم من روى عددا يسيرا، منهم من روى حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من روى حديثين. إذن كلامنا محصور عن فقهاء الصحابة وليس عن الرواة. حتى الرواة يعني لما ننظر الصحابة أكثر من 100,000، 1600 فقط هم الرواة، عدد يسير. لما ننظر إلى الفقهاء من هؤلاء أقل منهم. فإذا كلامنا محصور على هؤلاء. سادة هؤلاء 80 الخلفاء الراشدون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن سنة الخلفاء الراشدين المقصود بها السنة يعني الأمر الذي يفعله الخليفة الراشد ويجمع عليه، هذه هي السنة وليست الآراء. يعني قد يكون لأبي بكر أو لعمر رأي، لكن هذا الرأي قد يخالفه فيه غيره من الصحابة، هذا مش هذا المقصود. وإنما الأمور العامة التي انتهجها الخلفاء الراشدون وأقرت ولم يعارض فيها أحد من الصحابة، هذه هي سنة الخلفاء الراشدين. الأمر الآخر أيضا، الصحابة رضي الله عنهم عاشوا في زمن يختلف عن بقية الأزمان. الزمن الذي عاشوه زمن مبارك، زمن نزول الوحي وزمن وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن في هذا بركة عظيمة لمن عاش من المسلمين في ذلك الوقت. أيضا الصحابة كانوا قد تفرغوا للعلم، وهذه الجملة التفرغ للعلم في زمن الصحابة ينبغي أن نفهمها كالآتي: القرآن أول مرة ينزل، يعني البشرية أول مرة تسمع مثل هذا الكلام. القرآن ليس كالتوراة ولا كالإنجيل، القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه. يقصد القرآن. القرآن معجز بألفاظه، بمعانيه، بأحكامه، معجز. ولذلك يعني المؤمن ما يمل من تلاوة القرآن ولا يمل من التدبر في معاني القرآن. أول مرة يسمعون مثل هذا، فكان الشوق في أنفسهم قوي جدا لأن يحرصوا على حفظه وعلى تعلم أحكامه. كلام ما سمعي، هم أناس يتكلمون العربية الفصحى، وأول مرة يسمعون كلام أعلى من كلام. فيهم شعراء، فيهم خطباء امتازوا بالبلاغة. ولذلك كان يعني لما يجتمعون في المواسم في سوق عكاظ يأتي كبارهم من الشعراء ومن أصحاب الخطب، والشاعر يلقي شعره والخطيب يخطب بخطبه، وتنقل هذه الأشعار وهذه الخطب، تنقل لما فيها من معاني جيدة ولما فيها من بلاغة. القرآن الذي سمعه أعلى من هذه الأشعار وأعلى من هذه الخطب التي كانوا يجتمعون لها كل سنة. إذن كان الحافظ قوي أن يسمعوا القرآن، يحفظوه، يتعلموا ما فيه من أحكام. أيضا من الميزات المهمة عند الصحابة أن حفظهم للقرآن للحديث كان أسهل. أولا لأنه بلغتهم، يعني الألفاظ ليست غريبة. يعني قد تكون هناك بعض الألفاظ يعني ربما يعني غير منتشرة عند كل العرب. طيب، مثل يعني فاطر، يا ابن عباس يقول
ما علمت معنى فاطر إلا لما سمعت أعرابيين يتكلمان عن بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، فقال عرفت معنى فاطر. وإلا أكثر القرآن بلغة قريش، فكان نزول القرآن بنفس اللغة التي يتحدثون بها، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وهو منهم، مما يسهل عليهم الحفظ، وبدون شك مما يسهل عليهم المعاني. يعني يفهمون القرآن أكثر من غيرهم، يفهمون قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم. أيضا انصرافهم عن الشواغل. أولا شواغل الحياة اللي كانت يسيرة ليست كشواغلنا اليوم. والأمر الآخر انصرافهم لهذا الوحي الذي أعجبوا به وأخذ بمجامع قلوبهم. هذا الانصراف ولد عندهم انشغال عن أمور الدنيا، فكانت قلوبهم متعلقة بالآخرة أكثر من تعلقهم بالدنيا. هذه المعاني لما نفهمها قبل أن نخوض في أصل الحديث، نعرف أن الذي يتكلم عن الصحابة ويقول هم رجال ونحن رجال، نعرف ما مدى الغباء الذي هو فيه، لأن لا بد أن نصف الأشياء بحقائقها. الذي يتكلم عن الصحابة ويقول هم رجال ونحن رجال، نقول هذا غباء، لأنه ما عرف هذه المعاني. ماذا عندك أنت من هذه المعاني؟ أصلا علماء الشريعة الآن ماذا عندهم من المعاني التي ذكرناها عن الصحابة؟ ما عندهم. لذلك ليس من العجيب أنه يكون فهمهم أسد للقرآن وللسنة، وحفظهم للقرآن وللسنة أيسر من حفظنا للقرآن وللسنة. مهما أوتينا أو مهما أوتي أحدنا من قوة ذاكرة وقوة حافظة، ما يستطيع أن يحفظ مثل ما يحفظ الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما نسمع مثلا أن عثمان رضي الله عنه أحيانا يقوم الليل بركعة في القرآن، يقرأ القرآن كله بركعة، الأمر علينا فيه مشقة، لكن على عثمان ليس فيه مشقة، لأن هذه المزايا التي ذكرناها موجودة عنده. إذن هذه مقدمة لما يتعلق بمعرفة أن الصحابة لهم ميزة تجعل فهمهم هو الفهم الذي ينبغي أن يتبع. الأمر الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم امتازوا بعلم غزير. هذا العلم الغزير أخذ مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أغزر الناس علما. ولذلك كان بعض السلف يقدم ما اجتمع عليه أبو بكر وعمر على غيره. لماذا؟ لأن أبو بكر رضي الله عنه كان ملازما أغلب وقته للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه كان متتبعا للسنة، بحيث كان لو جار من الأنصار ينزل يوما وجاره الأنصار ينزل يوما آخر، فإذا نزل عمر جاء بما نزل من الوحي وما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر جاره، وإذا نزل جاره جاءه بأخبار ذلك. هذا معناه أنه متابع لما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني مثل أيوب السختياني وغيره كان يختارون أن ما اتفق عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقدم على قول غيرهم من الصحابة. وعمر رضي الله عنه معلوم يعني علمه وفقهه، له موافقات كثيرة للقرآن، يقول القول فينزل القرآن أحيانا بنفس قوله. ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما حصل الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، جاء لحفصة رضي الله عنه قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا، فنزلت كما قالها. هذا يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن
لقد كان في من كان قبلكم محدثون يعني ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر. وكيع يروي عن الشعبي عن أبي وائل، أبي وائل من التابعين، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو وضع علم عمر في كفة ميزان وعلم أهل الأرض في كفة أخرى لرجح علم عمر. وكيع يقول: قال الشعبي: أنكرت ذلك فذهبت إلى إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، فأخبرته بما قال أبو وائل عن ابن مسعود. قال: وما تنكر ذلك؟ لقد قال ابن مسعود أفضل من ذلك. قال ابن مسعود، هذا إبراهيم النخعي يروي عن ابن مسعود، يقول ابن مسعود: لقد ذهب 9 أعشار العلم بموت عمر، يعني ما بقي إلا 10. طبعا هذا يقول عالم تابعي متتبع لآثار الصحابة. فإذا كان في الصحابة رضي الله عنهم علماء كبار، فهذا العلم الذي حصل عندهم ما حصل عند غيرهم. ولذلك كان التابعين يرجعون إلى الصحابة وهم علماء. يعني في مسألة القدر لما ظهر، أول ما ظهر في البصرة في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر، ويحيى من العلماء فقيه، وهو الذي نقط المصحف بأمر من الحجاج. قال: خرجت أنا، يعني أنا ما راح أجيب الحديث كله لأنه طويل. قال: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن، وحميد بن عبد الرحمن أيضا فقيه، وكلاهما من البصرة، حاجين أو معتمرين، فقلنا: لعلنا نلتقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسألهم عن هذا الذي حصل، يعني اللي حصل في البصرة، وقول أهل القدر بأن الأمر أنف، يعني ما في، يعني معنى أنف يعني أني لما أعمل عمل أنا أستأنف هذا العمل، أنا أختار أن أعمل أو لا أعمل من عندي، ما في. تعرفون يعني هذا الأمر لما يطلق، يعني بعض أفعال الإنسان يعني مكتوبة عليه قدرا، يعني الحياة، الموت، الصحة، المرض. المهم أنهم أنكروا القدر، أول مرة يسمعون بهذا. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فسألته فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم ويتبعونه ويقرؤون القرآن، يعني يحفظونه، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. هؤلاء علماء من التابعين يسألون صحابي. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، وذكر حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لما سأله ما الإيمان قال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلما أخبرهم عبد الله ابن عمر وهو فقيه من فقهاء الصحابة، أصبح هذا القول عندهم قد كشف أصل المسألة، وعرفوا أن هؤلاء على ضلال.
وكذلك الخوارج لما ظهروا وجاءوا بأقوال ما سمعها هؤلاء التابعين أيضا سألوا الصحابة. في صحيح مسلم عن يزيد الفقير هذا يعني سمي الفقير لأنه فيه مرض في فقار ظهره فسمي الفقير. ذهب إلى الحج هو وجماعة من الخوارج، قال وكنا قد عزمنا على أننا نخرج بعد الحج، يعني يخرجون بآرائهم، يخرجون على الناس ويستبيحون دماءهم. يقول وقد كان شغفني رأي من رأي الخوارج. يقول فمررنا بالمدينة فوجدنا جابر بن عبد الله الأنصاري يحدث الناس وذكر في حديثه جابر ذكر الجهنميين اللي هم موحدين لكن عصاة يدخلون جهنم إلى أن يصيرون فحما ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويلقون في نهر الحياة. فيقول قلت له ما هذا الذي تقولون؟ يعني هو يتحدث عن الشفاعة. أي شفاعة؟ الشفاعة لأصحاب الكبائر. الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر ينكرون الشفاعة. فيقول قلنا له ما هذا الذي تقولون؟ والله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني أي واحد يدخل النار خلاص أخزي، هكذا يفسرون. ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني ما في خروج من النار، الذي يدخلها ما يخرج منها، هكذا فسروها. من؟ هذا تفسير الخوارج. ثم يقول له فما هذا الذي تتحدثون؟ يعني هذه الآيات تختلف عن كلامك. يقول فقال لي جابر بن عبد الله تقرأ القرآن؟ يعني تحفظ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله عز وجل عليه يوم القيامة، يقصد ما جاء في سورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود، يعني هذا اللي أنا أتكلم فيه من الشفاعة، هذا هو المقام المحمود الذي ذكر في القرآن. جابر في ذلك الوقت رجل كبير وأعمى، عمي في آخر حياته. قل فلما انتهى الحديث يقول قلنا، يعني بعضهم مع بعض الخوارج، هذه العصابة التي جاءت كانوا عازمين على الخروج، فقلنا أترون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني مستحيل أن هذا رجل صحابي وكبير بالعمر يكذب، يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فرجعنا غير رجل واحد، بس واحد يقول من عندنا ما رجع، بقي على رأي الخوارج، والباقين من هؤلاء المجموعة كلهم هداهم الله عز وجل إلى السنة. هذا معناه أن التابعين كانوا يرجعون إلى الصحابة رضي الله عنهم فيما يشكل عليهم. الآن في زماننا لما يأتي شخص، أي شخص كان، سواء كان ملتحي معمم حليق ينتمي للعلمانيين ينتمي إلى جماعات إسلامية، هل يقبل قوله الذي يخالف فيه قول الصحابة رضي الله عنهم؟ يعني مثلا لما يأتي شخص ويقول أن الذكر الجماعي مشروع أو قراءة القرآن جماعة مشروعة، الآن في كثير من المسلمين خاصة بعد صلاة العشاء كل ليلة يقرؤون بصورة جنب صوت واحد سورة تبارك، ويزعمون أنها ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي المنجية، يعني منجية من عذاب القبر، فيقرأها. لكن هل قرأها الصحابة مجتمعين؟
يعني رجل جاء إلى الإمام مالك وسأله عن قراءة القرآن مع الجماعة فنهاه، فقال له: أتزعم أن الله يعذبني على قراءة القرآن؟ قال: يعذبك على خلاف السنة. شوف الفقيه المستبصر، يعني لا يأتي للشخص على ما ساقه إليه من قول يعتبره حجة، يريد يناقشه، يقول له القرآن الله يعذبني على قراءة القرآن. لا، ما ناقش على هذا، نقله إلى أمر آخر. العالم يعرف كيف يرد شبهة أصحاب البدع والضلالات، فقال: يعذبك على خلاف السنة، لأنه ما وردت في السنة ولا وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد دل أمته عليه، ما ترك من شيء. ولذلك الجماعة الذين كانوا يجتمعون قبل صلاة الفجر في الكوفة ويشكلون حلق، وهذا الحديث حديث طويل في سنن الدارمي وإسناده جيد، يشكلون حلق قبل صلاة الفجر جايين، يعني مجتهدين، كل حلقة عليهم رجل ومعهم حصى، فيقول: سبحوا 100، ويعدون بالحصى 100، كبروا 100، هللوا 100، وهكذا. فلما أخبر عبد الله بن مسعود جاء فوقف على هذه الحلق، قال: ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا: نذكر الله عز وجل. قال: أفلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، يعني نحن نريد أن نعمل صالح. قال: كم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال لهم: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. يعني أنتم واحد من أمرين: أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، أو أنكم مفتتحوا باب ضلاله. عمرو بن سلمة كان صغير السن في ذلك الوقت، يقول: رأيت عامة هؤلاء الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، لأن البدع تفضي بصاحبها في آخر الأمر إلى استحلال دماء المسلمين، كما يقول بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف. طبعا هذا المبتدع المتعمد، يعني مش إنسان يعني يجهل أن هذه بدعة وربما يذهب مع جماعة وما يدري وعلى محبة ذكر الله عز وجل، وإذا بالأمر يساق إلى مساق آخر هو ما يدري. لا، المبتدع الذي يعني يبتدع البدعة وينافح عنها ويناظر عنها وكأنها سنة ويترك السنة. كذلك الآن، يعني لما تأتي أقوال ويفسرها بعض الناس، سواء آيات يفسرها، أحاديث يفسرها من عنده، فيقول: هذه الآيات في القرآن لا توجد آية تدل على تحريم الخمر، لا توجد آية تدل على وجوب الحجاب. طيب، وهذه الآيات التي فهم منها الصحابة رضي الله عنهم تحريم الخمر، الصحابة أجمعوا على أن الخمر حرام، ولما نزلت الآية في سورة المائدة أراقوا الخمور التي كانت عندهم في طرقات المدينة. ولما نزل الحجاب تحجبن نساء المسلمات، وكان قبل ذلك الحجاب غير مشروع. إذن هذا الفهم الذي ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا لا بد منه للمسلم. من الذي يدلني على هذا الفهم وأنا إنسان عامي؟ هذه هي الزبدة التي يجب أن نصل إليها. الذي يدلني
العالم بدين الله عز وجل، مو أي طالب علم، ولا كل من تسمى شيخ، ولا كل من تسمى عالم هو فعلا عالم. في ناس ينسبون للعلم لكن والله ما يطلعون ولا يقرؤون السنة ولا يهتمون بآثار الصحابة. لكن العالم الذي يتعب نفسه ويبحث عن أمور الشريعة ويبحث عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبعها، يبحث عن آثار الصحابة رضي الله عنهم ويتتبعها. ولذلك كان من اهتمام علماء المسلمين أنهم اهتموا بآثار الصحابة. يعني كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني فيه كثير من آثار الصحابة رضي الله عنهم. كتاب المصنف لابن أبي شيبة فيه كثير من آثار الصحابة رضي الله عنهم، مع ما هو موجود أيضا في كتب الحديث الأخرى، لكن غلب عليه. يعني البخاري فيه آثار الصحابة، لكن الغالب عليه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود فيها آثار. فإذا نرجع إلى العلماء الذين نعرف أنهم يهتمون بالسنة ويلتزمون بها ويعرفون آثار الصحابة رضي الله عنهم ويتتبعونها، يعني يجهدون أنفسهم، لأنه ما دام أنه طلب العلم فإذا هو مسؤول عن أن يتتبع هذه الآثار لينشرها بين الناس. نشر آثار الصحابة رضي الله عنهم في هذا الزمان مع الأسف نادر. يعني لما نذكر الحديث، في كثير من الأحاديث لابد أن نذكر فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأحاديث. ولذلك قتادة رضي الله عنه أو رحمه الله، قتادة تلميذ أنس، لما كان يروي حديث الجهنميين ويعرف هذه القصة كان يذكر فهم الصحابة رضي الله عنهم، فيقول: عليكم بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم فهموا من هذه الأحاديث، من أحاديث الجهنميين، أن أهل الكبائر يشفع فيهم حتى يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وهذا خلاف البدعة التي انتشرت عند الخوارج أنهم مخلدين في جهنم. يعني تحكم على مسلم موحد أنه مخلد في جهنم. لماذا؟ لأنه هناك آيات عامة نزلت في الكفار جعلوها في المؤمنين، كما يقول عبد الله بن عمر. نافع يقول لما سألوه عن رأي ابن عمر في الخوارج قال: كان يقول: هم شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ولذلك لما يحتج الإنسان بآية أو بحديث لابد أن ينظر في كلام العلماء ابتداء من الصحابة فمن بعدهم. يعني أئمة التفسير لابد أن ينظر في أقوالهم. ما ينبغي لأي أحد منا حتى لو كان طالب علم أن يفسر آية على فهمه هو. قد يكون فهمك خاطئ. أنا مرة سمعت خطيب يخطب الجمعة وهو يفسر قول الله تعالى في يونس عليه الصلاة والسلام: فظن أن لن نقدر عليه، فسرها بمعنى نقدر اللي في العامية، والله ما نقدر على فلان. يعني فسرها أن يونس عليه الصلاة والسلام ظن بربه أنه غير قادر عليه. هل يوجد نبي يظن أن الله ما يقدر عليه؟ وهذا خطيب. لماذا وقع في هذا الخطأ وهو رجل فاضل؟ لأنه ما رجع إلى التفسير. لكن لو عاد إلى التفسير لعلم حقيقة معنى الآية. أيضا هناك أمور لا تتعلق بفهم الصحابة وحدهم يشترك فيها الناس. يعني مثلا المعاني اللغوية لآيات القرآن يستوي فيها الجميع. يعني مثلا قول الله عز وجل:
إخبارا عن قول إبليس لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني لما نقرأ في التفاسير لأحتنكن، لأضلنهم، لأحتوينهم، كل هذه المعاني أو هذه الألفاظ صحيحة، لكن لما تأتي إلى المعاني اللغوية ويبين لك أن هذا الاحتناك مثل حنك الدابة، يعني لما يوضع الرسن في أنف الدابة وفمها تقاد ذليلة ويكون انقيادها لمن يقودها سهلا. فلما تأتي بهذا التشبيه وأن إبليس حريص على أن يقود أحدنا مثل ما نقود الدابة، معناه يبين لك خطر جهد إبليس تجاه بني آدم. إبليس يقسم لأحتنكنها إلى من القسم، يقسم أنه سيجعل الحنك في وجوه وأنوف وأفواه بني آدم إذا استطاع. هذا الفهم ما يخالف فهم الصحابة رضي الله عنهم، لكن الفهم الذي نقصده الفهم الذي لا يمكن لأحد أن يعرفه إلا من طريق الصحابة رضي الله عنهم. هذا ملخص المحاضرة حتى لا أطيل عليكم. إذا كان هناك أسئلة فنسمع حتى نستفيد ونفيد.